بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده في اخطاء كتيره الناس بتعملها لما تبدا تشتغل معانا. بتيجي بعد 3 او 4 او 5 ايام ايا كان ما بيلاقيش اي تفاعل على الاعلانات اللي بيشتغل عليها وعلى المنتج اللي هو عرضه على الماركت بليس. تمام. طبعا دي بترجع لاخطاء المسوق نفسه، بيعملها بدون قصد او هو مش فاهم طريقه التسويق بصوره مجانيه كامله ازاي، والطرق اللي انا اعملها وامشي عليها تجيب لي اوردرات. يعني انا اعرض ازاي واعرض فين. تمام. هنصلي على النبي طبعا في البدايه علشان نوصل لحلول بسيطه جدا كلها مجانيه، ما فيش فيها دفع فلوس ولا اعلانات مموله ولا الكلام اللي بتسمعوه في الشغل مع اي حد مختلف عننا. تمام. مبدئيا كده احنا المفروض ان احنا بنعمل ايه؟ احنا المفروض بنفتح قناه التليجرام بتاعتنا العاديه علشان ناخد منتج مثلا هنشتغل عليه. تمام. وليكن خدنا الشنطه دي، خدنا اي منتج موجود احنا خدناه خلاص اوريدي واشتغلنا عليه وعرضناه على الماركت بليس. الماركت بليس ده اهم حاجه تعرض عليها، يعني ده اول حاجه انت المفروض بتلجأ له كده علشان تعرض عليه، لان ده يعتبر زي نظام سوق. الناس بتدخل تتفرج على بعض المنتجات وبتبعت للناس علشان تشتري، او اعلانك بيظهر قدامهم زي ما انت شايف كده زي الاعلانات اللي في وشنا دي. تمام. انت عارض منتج، حد دخل على الماركت ده بيقلب فممكن يشوف اعلان ليك فبيخش يسالك هل المنتج ده متوفر، بتقول له نعم متوفر سعره كذا، وبتتكلم معاه كانك بتبيع في السوق بالظبط عادي. الموضوع مش صعب. تمام. طيب المفروض انا بحتاج ايه اساسا علشان اوصل للحلول اللي انا المفروض هطرحها عليكم النهارده واعرفها لكم؟ انت بتحتاج الفيس الازرق العادي والفيس اللايت وقناتنا على التليجرام. تمام. اللي هي دي. فانت مش محتاج حاجه تاني، انت بتخش عملت الاعلان خلاص. تمام. هجيب صفحتي اللي هي اللي انا عرضت عليها الاعلانات بتاعتي، قوائم المعروضات. تمام. في بقى ناس بتعمل حاجه، بتقوم عارضه المنتج خلاص، عرضت المنتج خلاص، انا المفروض بقى اروح انام او عرضته مثلا وانا قاعد في البيت، فالمفروض ان انا اقفل الفيس كده خلاص والاعلان بقى هيجيب مشاهدات والمفروض ان الناس هتبعت لي. لا طبعا، في حاجات لازم تتعمل. اولا انت يفضل ان اول صوره بتعرضها زي ما انت شايف كده هنا في الاعلان الاول مكتوب معاينه قبل الاستلام، يعني الصوره واضحه. لما حد بيشوف الاعلان فبيدخل بيطمن ان انت عندك معاينه قبل الاستلام. فدي اول نقطه احنا اشتغلنا عليها، ان انت تعمل صوره ملفته. جمعنا 3 صور زي ما انت شايف كده، انا هخش اعمل زي تعديل علشان تشوف الصوره شكلها عامل ازاي. تمام. الصوره زي ما انتم شايفينها كده قدامك مكتوب معاينه قبل الاستلام. جمعنا 3 صور في صوره واحده بحيث ان اللي يشوف الصوره من بره، تمام، زي ما اي حد بيقلب زي ما قلت لك على الماركت كده بيشوف الصوره هنا في وشه كده، بيشوف الصوره بشكل كويس. تمام. فدي اول نقطه المفروض احنا بنلجأ لها. تمام. عرضنا بقى الاعلان باول صوره في الوش وباقي الصور وكتبنا الوصف بتاعنا. تمام. وكل حاجه تمام. فاحنا كده اول نقطه خلصنا منها. بعد ما بتيجي تعمل الاعلان بتلاقي بيقول لك يعني اعرض الاعلان بتاعك في اماكن زياده. هنا الاعلان ده في 38 من الاماكن، اصبح ان الاعلان ده احنا شاركناه في 38 جروب. المفروض الجروبات دي بتبقى جروبات بيع وشراء زي ما انت شايف، دي الجروبات اللي اتنشر فيها المنتج ده. تمام. طيب كده المفروض انا هنشر الكلام ده ازاي؟ باجي للماركت اللي على الفيس لايت. تمام. هلجأ للماركت اللي على الفيس لايت واجيب الصفحه بتاعتي. باجي هنا بتلاقي الاعلانات بتاعتي برضو اللي انا عرضتها على الفيس الازرق العادي موجوده هنا. طيب لو جينا نبص هنا، اول اعلان ده موبايل نوكيا. الموبايل ده تم العرض للبيع في 87 من الاماكن، يعني كده ده اتعرض في 87 جروب زياده. تمام. طيب هنا الشوايه دي اتعرضت في 377 جروب. تمام. كويس جدا. طيب الحاجات دي انا المفروض هعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي فهمت ان اول حاجه زي ما احنا قلنا الصوره اللي في الوش للعميل. وهنا برضو الشوايه، شايف الصوره عامله ازاي شكلها كويس، مكتوب شوايه زائد فحم هديه، عرض كميه اي كلمتين يلفتوا نظر العميل. تمام. وبعد كده بتحط الصور بتاعتك العادي. طبعا في فيديو بيوضح لك ازاي اساسا تعمل اعلان على الماركت بليس من البدايه في القناه بتاعتنا. فلو انت ما تعرفش تعرض ازاي على الماركت بليس، هتدخل على القناه بتاعتنا تشوف الفيديو اللي بيعرض لك طريقه النشر على الماركت بليس. كله 3 دقائق، يعني تقريبا مش هيكمل كمان 3 دقائق، وهتفهم ازاي تعرض وفي الجروبات. طيب تاني نقطة بعد الصورة اللي احنا قلنا علشان ما اطولش عليكم لان انا حاسس ان انا طولت زيادة عن اللزوم. تاني حاجة المفروض انا بلجأ لها المشاركة للاعلان في جروبات كتير زي ما انا قلت كده، يعني 100 جروب، بس لازم طبعا تكون مشترك في جروبات. وفي فيديو برضو لوحده بيوضح ازاي تنضم لجروبات بتاعت بيع وشراء في القناة بتاعتنا. برضو احنا عندنا 10 12 فيديو هيوضح لك الشغل من اوله لاخره، ازاي تنضم لجروبات وازاي تعرض. الفيديو اللي انا عامله النهارده ده هو طويل شوية بس بيوضح لك مشاكل وبيوضح لك حاجات انت مش بتعملها علشان يجي لك اوردرات في الاساس. فاحنا اتكلمنا في البدايه عن الصوره اللي هي الواجهه اللي في الوش. تمام. تاني حاجه مشاركه الاعلان في جروبات كتير. طب انا اعملها ازاي؟ زي ما قلت لك كده، انت عرضت الاعلان في البدايه على الفيس الازرق العادي، خلاص اتعرض قدامك هنا وتراجع. تمام. برجع للفيس لايت
علشان هو الفيس لايت اللي هيعمل النقطه دي بس. الفيس الازرق الكبير هنا بيحدد لك 21 جروب بس لما تيجي تعمل الاعلان، وهيقول لك خلاص كده شطبنا، ما ينفعش تعرض في جروبات تانية. بتقول له تمام خلاص، وبتفعل الاعلان بتاعك وخلاص، وبرجع على الفيس لايت بجيب اي اعلان انا نشرته. طبعا الكلام ده على كل الاعلانات، يعني مش شرط تعمل نفس الاعلان هنا وتروح تزوده في جروبات في نفس التوقيت. انت كده كده بتشتغل، بتعرض اعلان واثنين وعشرة، وبتيجي على الفيس لايت في وقت معين. يعني خلاص انا عرضت على الفيس الازرق شويه اعلانات، تمام، زهقت خلاص، عرضت 10 15 اعلان اللي هو منتجات زي كده، خلاص تمام مفيش مشاكل، الارزاق على الله. واستنى لما يجي لك رسائل على الاعلان، بتجي لك طبعا على الماسنجر هنا، يعني هو ده اللي بيكون عندك، بتجي لك الرسائل على الماسنجر. تمام، عرضت اعلاناتي وظبطت الدنيا، خلاص انا اتخنقت، اسيب الشغل عادي مفيش مشاكل، ساعه ساعتين لما ارجع بقى اعمل ايه؟ اخش على الفيس لايت بقى، اجيب اعلان كده، اقوم داخل عليه وارفع الاعلان كده، هتلاقي عرض للبيع في مزيد من الاماكن، بدوس عليها بيجي لك بقى الجروبات زي ما انت شايف كده اللي انت مشترك فيها. المفروض احنا قلنا بنشترك في جروبات فوق ال 50,000 علشان يكون فيها عدد كبير يشوف الاعلان بتاعك. طيب المفروض هعمل ايه بقى؟ هحدد 10 جروبات بس، 10 بس، انا مش عايز اكتر من 10، لان لو حددت اكتر من 10 هيجي لك بص هنا كده تم النشر فيه 10 من الاماكن. لو حددت 11 جروب هيقول لك تم النشر في صفر من الاماكن، لان حضرتك تخطيت النسبه المسموح بيها. طيب كده انا خلاص كده تمام، هو هنا اتعرض في 87 مكان وانت زودت 10، يعني لو عملنا تحديث كده سحبنا، هتيجي تبص تلاقي الجروبات الاعلان بيتنشر فيها لوحده كده 88 اهو، غير ان في لسه 9 انت حددتهم فهيتوافق عليهم والاعلان هيتعرض فيهم. بيخش على اللي بعده بقى، هنا شوف في 377 مكان، هنخش عليها ونعمل عرض للبيع في مزيد من الاماكن، ونزود برضو 10 جروبات، هنحدد 10 كده تمام، وندوس نشر. 10 بقى 9 بسرعه. دي تاني نقطه انت المفروض بتعملها في كل الاعلانات بتاعتك، بتيجي على منتج تعمل كده. الكلام ده مش هياخد وقت زي ما انت شايف كده، انا بشرح لك وبعمل النقطه ديت، النقطه دي ما خدتش معايا دقايق نشر. تمام خلاص تمام. انا كده ببقى ايه؟ بعمل حاجه اسمها ان انا بسعى وبعمل اللي عليا، والارزاق دي طبعا بتاعت ربنا. فانا كده خلاص نشرت الاعلان ده، زودته في 10 جروبات كمان، والاعلان اللي بعده كذلك. بقى اي حد عنده وقت يبدا ينشر الاعلان بتاعه في جروبات زياده، تمام مفيش اي مشاكل. هنا بتلاقي جروبات زادت عندك، وهنا برضو بتلاقي جروبات زادت عندك، والاعلان بيتنشر في مكان واماكن اكتر. تمام. فدي النقطه الثانيه، ان المفروض يكون الاعلان بتاعي على الماركت بليس، يعني منشروش، واجي على الفيس لايت الاقي الاعلان بتاعي ان انا نشرته على الماركت بليس وبس كده. انت هنا هتلاحظ ان العرض هنا في جروبات كتير، يعني ما جيش مثلا زي الساعه دي تم العرض في 26 مكان. 26 مكان ده برضو قليل جدا ان انت عايز الاعلان بتاعك يتشاف، فلازم تروج للاعلان في جروبات كتير. طبعا لازم يكون عندك الجروبات الكتير دي، يعني ما يبقاش عندك 10 15 جروب 20 جروب وتستكفي بالنقطه دي. تمام كده. احنا كده وضحنا اول نقطه بنراجعها برضو على الناس، الصوره اللي في الوش. عندك الليزر ده صوره شكلها واضحه، شكلها كويس، تمام. انت ممكن تعمل صوره لنفسك تكتب عليها، تحط الصور مع بعض في صوره واحده، لازم تعمل شكل معين. هتلاقي الاعلان عندك اللي صورته زي كده، مثلا زي البونسر الاطفال ده، اتعرض في 148 مكان بس، مش جايب رسائل وجايب مثلا مشاهدات كتير ومش بيجيب اوردرات كتير. ودي طبعا برضو بترجع للارزاق، دي حاجه في ايد ربنا، احنا مش هنقدر نتحكم فيها، ما هي الا اسباب انا بقولها لك علشان تشتغل عليها وربنا يكرمك. تمام. فاول نقطه وضحناها، معلش الفيديو طويل، لازم تسمع وتفهم الكلام ده علشان تعرف تشتغل. حتى لو الفيديو هيقعد معاك تلت ساعه نص ساعه، اسمع الفيديو للاخر علشان الخطوات دي لازم تعملها وتستفيد بيها، لان انت ما بتعملش حاجه غير ان انت هتعرض على الماركت وهتشارك الاعلان في جروبات. اول نقطه. تاني، الصوره لازم تكون صوره كويسه وشكلها واضح كده، تمام. تاني نقطه، الاعلان لازم يتنشر في جروبات كتير بالطريقه اللي احنا قلناها، تمام. انضمامك للجروبات دي واجيبها منين؟ موجود في فيديو عندنا على القناه، تمام. تالت حاجه بقى، ودي من اهم الحاجات اللي انت ممكن تشتغل عليها، لان انت لو فضلت تشتغل بالطريقتين اللي انا بقولهم بس كده واستكفيت بالكلام ده، وطبعا فيديوهاتنا على القناه بتوضح لك ازاي تنضم في جروبات وازاي تعرض على الماركت، بس يمكن من اول مره هنقول الكلمتين دول، فممكن بعض الناس اللي بتشتغل بالطريقه اللي احنا قلناها خلاص اتعودت على كده فما بتضيفش حاجه. لا، تعالى بقى احنا هنخش على الفيس الازرق العادي، مش عايز الفيس اللايت دلوقتي خلاص. دي تالت نقطه بعد الصوره وبعد النشر في جروبات كتير. تالت حاجه بقولها لك، لازم واهم حاجه تتعمل، هي الحاجه اللي هوضحها لك دي، الا وهي اخش على الفيس الازرق العادي، همسك اعلان كده، يعني لو دوست على الاعلان ده هاجي ابص كده الاعلان ده تمام في 38 مكان كويس جميل. هنا لو بصينا على المكان بتاعه، مركز ابو
القرقاز ده، تمام، ايا كان هو في محافظه ايه، القاهره بقى، جيزه، انت بتعرض في اي مكان، تمام، احنا بنوصل المنتج والناس اللي شغاله معانا عارفه. بخش على تعديل قائمه المعروضات، النقطه دي لازم تتعمل لان بتجدد لك الاعلان على الماركت اللي انت عرضته، بتعمل له تجديد من جديد كانك لسه نشره، وبتعمل له كمان تجديد في الجروبات كلها اللي انت عرضت فيها. فدي النقطه الثالثه المكمله للشغل اللي انت بتشتغل عليه، ما ينفعش ان انا افلتها، تمام. طيب بعمل ايه المفروض؟ يعني انا دوست تعديل فجالي الواجهه دي، المفروض ان انا بخش على الموقع بس، تمام، بصغر كده بايديا، بصغر الخريطه بايديا، اختار مكان تاني، يعني انا عايز دلوقتي اختار مكان تاني اعرض فيه المنتج، لان المكان ده انا عارض المنتج فيه بقالي 3 ايام 4 ايام اسبوع، ما حققش مثلا نتائج، فلازم اغير المكان، تمام. فبدوس تطبيق، هنا الموقع يتحول لك على طول للمكان اللي انت حددته. طيب انا بعمل حاجه تانية ولا اي حاجه؟ بدوس حفظ اللي هي فوق خالص على الشمال، تمام، بيحمل معايا زي ما انت شايف، والاعلان يتراجع من جديد وبيتنشر في المحافظه او المكان اللي انت حددته، تمام. دي اهم نقطه لازم تتعمل ضروري. طيب انا كده خلاص الاعلان ده، بخش بقى على ايه؟ الاعلان اللي بعده، بختار اعلان مثلا انا عارضه بقى لي اسبوع، باجي ابص كده هو فين، في 54 مكان كمان زياده، بقوم دايس على تعديل قائمه المعروضات. طول ما انا قاعد بقى افضي وقتي شويه، خمسه انضم لجروبات، وخمس دقائق ازود الاعلانات في جروبات من على الفيس لايت، وخمس دقائق اغير المواقع اللي انا عرضت فيها الاعلانات بتاعتي، تمام. هخش على الموقع زي ما قلنا، هنغير مثلا نشوف اي مكان انت عايزه في مصر بتحدده، ولازم يكون في منتصف الخريطه بتاعت مصر عامه شامله. خلينا في المنصوره، في الجانب اللي هو يعني انا مش عايز احدد لك مكان معين، لان انت كده كده هتغير من وقت للتاني من المحافظه دي للمحافظه دي، تمام. فانا حددت اي مكان كده عشوائي بيتغير عند الموقع هنا زي ما شفنا، بطلع ادوس حفظ. يبقى انا كده ما تعبتش وعملت اعلان من جديد، لا، انا جددت الاعلان بتاعي في محافظه مختلفه، فانا كده عملت اللي عليا، الباقي بقى دي حاجه ارزاق وبتاعه ربنا. بدوس رجوع، في رجوع تاني، وبختار اي اعلان بدوس عليه كده مثلا، وبعمل تعديل زي ما انت شايف. اما جينا نجيب الاعلان ده لقينا الاعلان في تجديد لقائمه المعروضات، يعني الاعلان ده اساسا واقف مش هيجي لك عليه رسائل لان انت ما جددتوش. دي النقطه الرابعه اللي هنتكلم فيها، بدوس تجديد قائمه المعروضات، تمام، اتجددت كده، بتتجدد برضو في الجروبات وعلى الماركت بليس، بس لازم برضو اغير المحافظه علشان التجديد يبقى شامل في الجروبات والماركت بليس. هنا احنا ممكن نمسح السعر وندوس صفر لو انت حافظ سعر المنتج، مش عايز او قال لك مثلا اي مشكله او الاعلان هيتزال، ممكن تكتب اي رقم، تمام، مفيش اي مشاكل، بحيث ان العميل هيسالك هتقول له على السعر اللي انت عايزه. خش نغير الموقع زي ما قلنا، تمام، صغرنا الخريطه كده وبندوس تطبيق، الموقع اتغير، برجع ادوس حفظ. خلاص كده انا مش هغير طبعا المواقع كلها والاعلانات كلها اللي احنا عارضينها، انا كده وضحت لك الصوره. رابع حاجه، والحاجه دي برضو مهمه شويه، يعني هي مش هتبقى اهم من تغيير الموقع نفسه، لان ده افيد حاجه في طريقه البيع على الماركت بليس، ان انت تغير الموقع من وقت للتاني، تمام. طيب المفروض انا اعمل ايه؟ يعني رابع حاجه بقى، لو رجعت جبت الصفحه بتاعتك اللي انت شايفها دي على الماركت، يعني بجيبها ازاي؟ بدوس على الماركت، علامه الماركت فوق هنا، تمام، وبدوس على العلامه اللي جنب العدسه دي، بتجيلي اللي هي قائمه المعروضات زي ما انتم شايفين، تمام. طيب خلينا ادوس رجوع، واجي عند الاجراءات السريعه بدوس عليها، باجي الاقي حذف واعاده عرض، بدوس على حذف واعاده عرض. لو ما فيش عندك هنا اعلانات محتاجه اللي هي يتعمل لها حذف واعاده عرض، خلاص تمام بترجع، لو في بتدوس على تحديد الكل وتدوس حذف واعاده عرض. ده اعلان بقاله مثلا اكتر من شهر انت ما سالتش فيه، فالماركت بيقول لك ان انت لازم تحذفه وتعمل له اعاده عرض. دي بقى الحاجه اللي هي المفيده زي ما وضحت لك قبل كده، ان هي بترجع لتجديد الاعلان وتغيير الموقع. لما انا بغير الموقع فهو بيعمل تجديد من نفسه، فما بحتاجش النقطه دي، بس لازم من وقت للتاني ابص على الاجراءات السريعه دي. بعد كده بجيب مثلا تجديد، بدوس على تجديد، هل في اعلانات عايزه تتجدد؟ تعالى بقى بص كم اعلان عايز يتجدد وانت مش سائل فيه، كل دي اعلانات، بدوس على تحديد الكل وبرفع كده لفوق وبستنى شويه وانزل واطلع، يمكن يظهر لي اعلانات تانية كده، تمام. مفيش هنا، بص عندك تحت خالص مكتوب ايه؟ تم تحديد 48 قائمه معروضات، يعني 48 اعلان انت ما عملتلوش تجديد. التجديد ده بيتطلب منك كل اسبوع من عرض الاعلان، يعني لو انا عرضت اعلان النهارده بعد 7 ايام بيقول لك اعمل تجديد لقائمه المعروضات، تمام. فبدوس تجديد، خلاص كده تمام عادي، طالما دوست على كلمه تجديد دي بياخد وقت كده دقيقه دقيقتين وبيتجدد الاعلان. طبعا دول اهم 4 نقط انا شرحتهم لك علشان لازم تشتغل عليهم. اولهم
ان انت بتحط صوره كويسه للاعلان في الوش وبعد كده باقي الصور. تاني حاجه بتعمل مشاركه للاعلان في جروبات كتير من على الفيس لايت. تالت حاجه بنغير الموقع، بنخلي من محافظه نغير الاعلان في محافظه تانية، ودي اهم نقطه قلناها. رابع حاجه اللي هي الاجراءات السريعه اللي احنا قلنا عليها، بنبص عليها بنشيك عليها كده، في اعلانات عايزه تتجدد، في اعلانات عايزه تتحذف وتتعرض من جديد، وهكذا. طبعا الله الموفق على اللي احنا بنقوله، والارزاق بيد الله. واحنا بنعمل الفيديوهات دي بنوضح للناس طريقه مجانيه ان هم يشتغلوا بيها بمنتهى الحرفيه، وبنحاول اي معلومه حتى احنا بنكتسبها نوضحها للناس. فان شاء الله اتمنى التوفيق للناس جميعا، ويا ريت الناس تكون اتفرجت على الفيديو كله وتحاول ترجع لاي نقطه ما فهمتهاش تسمعها بالراحه وتطبقها. شكرا لكم.